كاين في اوروبا دابا اللي تبع الملف مزيان وعنده المعطيات. داكشي انا باش جبتو لهنا باش الناس تستافد. السيمانه اللي فاتت كنا في الام سيمو، ونهار السبت عنده شي لقاء في اوتريخت، كان في ايبرغ، كان في ايطاليا هاد السيمانه اللي فاتت عاود. المهم جبتو لهنا باش الناس الحومه حتى هي تستافد. جمال راه غني على التعريف، راه معروف كما قلت يا معمر. تفضل الاخ جمال. السلام عليكم. اولا تنشكركم بعد اننا تنتلاقاو ونتذكروا بيناتنا، لان دوك صحاب اليوتيوب ودوك صحاب المواقع والتيك توك تينشروا غير الاخبار ديال الخلعه وتيخلعوا في عباد الله، مع العلم ان داكشي اللي تيتقال ماشي هو هذاك اللي كاين في المعاهده. لان كاين الناس اللي مشات ضحيه بهادو اللي تيكبروا الاخبار، كاين اللي مشى باع الاملاك ديالو، كاين اللي اصبح مريض ما تينعش لان تيقول داكشي اللي بنيت انا في حياتي غادي يمشي وغادي نصبح نخلص واحد الغرامه ندخل الحبس، لانه كاين اللي قال لهم غيدخلهم للحبس، وكاين اللي قال الغرامات، وكاين بزاف، وكاين اللي تيجمع وتيخلط بين شعبان ورمضان. والانسان انه يوصل المعلومه صحيحه ما غادي يخسر والو. بلجيكا داكشي ديال السوسيال بلجيكا ما عنده حتى علاقه بالتبادل بهذه الاتفاقيه. هذاك السوسيال الناس كانوا ساكنين في الديار وما كانوش تيصرحوا بالممتلكات ديالهم، وكاين القانون تما تيقول خاصك تتعطى ديك الدار تتعطى الناس اللي ما عندهاش. وهذاك القانون تيسري حتى على البلجيكيين، على الاتراك. البلديات اللي قاموا بهذه المساله ديال الديور بلجيكا هما بلديات اللي نجحوا فيها ديك الاحزاب العنصريه، ماشي بلجيكا كامله. ولاو الناس تيخلعوا كاين 160 واحد هما تيصيفطوا واحد الرساله وتيسولوك واش عندك املاك. الا عندك الاملاك تيعملوا معك واحد الريخلين او واحد المفاهمه، عندك عام تخلص الكرا كامل وتمشي في حالتك. قلتي ما عندكش ولقاو عندك، فهاديك الوقيته غادي تولي تخلص من النهار اللي عطاوك ديك السكنه. كانت 20 عام ولا 30 عام نتايا وشحال كريتي عندهم. شكون اللي تيعطي المعلومات؟ هذيك المعلومات ما تجيش من عند الدوله، لان المعلومات باش تعطيها الدوله خص يكون حكم قضائي. هذه ما كاين لا حكم قضائي ولا هم يحزنون. عندهم ديك المكاتب ديال البحث في المغرب خدامين تيمشيو يشكموا بالناس، تيصيفطوا شي واحد تيقول له سير الدريوش ولا سير الباب تازا ولا سير الشاون ولا لطنجه وشوف لنا هذا شنو عنده. تيجيب ديك المعلومات. الناس ديال بلجيكا بين قوسين خوافه، لانه ملي تيعيط لك الاخر غتقول له اجي منين جبتي هذه المعلومه؟ عطيني شي حاجه قانونيه جبتيها انه بشي حكم ديال القاضي باش يمكن لك تمشي تفتش عليا، لا جبتيها بشي حكم ديال وزاره الماليه اي القسم ديال الضرائب، ما عندك شي حاجه قانونيه. فكما تنقول دائما ما هو بني على ما هو باطل ما بني على باطل فهو باطل. كانوا ديك الناس وقلناها لهم يتجمعوا بيناتهم ويمشوا عند محامي، وهو نتايا دابا جاتك الغرامه كما وقع في هولندا. عقلتوا داك الشيء ديال الزورخ وديك الناس اللي مشاو واحد مجموعه كبيره د العائلات ضحيه ديال العنصريه ديال اداره الضرائب. ولكن في الختام انه نجحوا ولحقوا حقهم، ومازال لحد الساعه انهم يدافعوا باش انهم، لانه كاين العائلات اللي طلقوا، كاين اللي تشردوا، كاين اللي داو لهم الدراري ديالهم من ديك المآوي. معناه انه كانت واحد الكارثه. لهذا فالناس ديال بلجيكا كان عليهم باش يمشوا عند محامي بلجيكي ولا محامون ويقيدوا الدعوه على ديك البلديات انه تعطيني ما هو الدليل اللي استعملتيه باش انك وصلتي
من المعلومات ديالي اللي غادي نتكلموا عليه هو المغرب في 2018 صادق على واحد المجموعه ديال القوانين تهيئ راسو باش يدخل في هذه المنظمه ديال التعاون والتنميه الاقتصاديه لو سي دي او. هذه المنظمه هذه كاينه بباريس، ماشي الاتحاد الاوروبي، لا علاقه لها بالاتحاد الاوروبي باش نكونوا واضحين. هذه منظمه حتى دول الاتحاد الاوروبي فيها. 25 يونيو 2019 مشى سعد الدين العثماني والوزير ديال الماليه بن شعبون لباريس وفرحانين او وقعوا الاتفاقيه مع هذه المنظمه على اساس كانوا تيهيئوا باش يدخلوا في 2023. علاش غيدخلوا في 2023؟ لان المغرب كان مطالب باش يدير ديك القوانين اللي غادي تسهل هاد الدخول ديالو لهاد المعاهده. القانون اللي كان خصو يوافق عليه هو القانون 1977. 19 هو في 2019 و77 هو رقم 77. الحكومه ديال العثماني دخلت داك القانون للبرلمان في 7 غشت 2020. المكتب ديال البرلمان ارسل داك القانون للجنه ديال الشؤون الخارجيه والاوقاف الاسلاميه والدفاع الوطني والمغاربه المقيمين في الخارج في غشت كذلك 17 غشت 2020 من اجل ان هاد اللجنه تدارس هذا القانون ويمشي للجلسه العموميه ويصادق عليه البرلمان. من الحظ ديال المغاربه ان الحكومه ديال العثماني مشات، جات حكومه اخرى، بقى ذاك القانون في رفوف اللجنه. كان شي اجتماع ديال اللجنه مع وزير الخارجيه وطرحوا عليه السؤال على ذاك القانون. قال لهم هو انتم يمكن لكم ترفضوه ولا توافقوا عليه. خرجوا بعض البرلمانيين انهم ما عجبهمش الحال على ذاك القانون لانه غادي يمس واحد المجموعه كبيره ديال المغاربه، ولا مس هاد المغاربه هادو غادي تكون واحد الكارثه داخل المنظومه ديال مغاربه العالم. حنا منذ 2021 وانا نتكلم على هذا القانون اللي متبعني، انني دائما كنت نتكلم ودرت مقالات عليه لانني كنت عارف بالخطر ديالو. انا ما تندافعش على اللي تيتحايل على القانون، هذاك دبر راسو. انا اتحدث على مغربي طلع لهولندا ولا طلع لاوروبا، دار فين غيمشي يقضي العطله ديالو، ما تيبيع ما تيشري ما عنده شركه ديال الديور. هذيك الدار وقع عليه مشكل ما بقاش خدام او وصل التقاعد وخصو انه يتزاد ليه على المبلغ ديال التقاعد ديك المساعدات، فهنايا اللي غادي يوقع المشكل، لانه غادي يطالبوك واش عندك ممتلكات خارج هولندا او واش عندك الفلوس ولا عندك الذهب ولا الدياماند اي حاجه. كما تتعرفوا حنا في هولندا من 2016 وحنا في الورقه ديال انخيفت اي ديال التصريح ديال الضريبه هناك سؤال حول اشنا هي الممتلكات اللي عندك خارج هولندا وشنو عندك في الحساب البنكي ديالك لا في هولندا ولا خارج هولندا. وكما تتعرفوا العزري اي اللي ما مجوجش او ما مجوجاش عندها الحق حتى ل 50,000 اورو. 50 مليون. واللي مجوج عنده الحق حتى ل 100,000 اورو اي 100 مليون. فوق داك العدد هذاك تتخلص واحد النسبه ضعيفه ديال الضريبه، ماشي شي حاجه كبيره. وهذه داخله واش غيكون الفلوس لا كلشي حتى الممتلكات. هذا تيتسمى، هذا كان اتفاق دارته هولندا مع واحد المجموعه ديال الدول اللي تيتسمى السي ار اس
الخطأ اللي داروا المغاربة هو أنه الأبناك في المغرب تتفتح الحسابات للمغاربة وتدير لهم الحساب ديال إيميرو، معناه الحساب ديال واحد في الخارج. ملي تدير لك الحساب ديال واحد في الخارج يعملوا لك العنوان في الخارج. بنك المغرب كل سنة في 31 دجنبر تيشد داكشي السيستم، ماشي تيجمع اللي فيها العناوين ديال ايطاليا تيصيفطهم لايطاليا، اللي فيها العناوين ديال هولندا تيمشيو لهولندا، اللي فيها العناوين كل دوله تيمشيو. اللي ما تيخرجش لبرا هما اللي دايرين العنوان في المغرب، لانه السيستم ما يمكنش يهز العنوان ديال المغرب واخا انك انت في هولندا ولا في شي دوله اخرى. هذا هو داك السيستم ديال السي ار اس. اذا هذا ما عنده حتى علاقه بهذه المعاهدات. كاينه واحد النهار شي وحدين تيقول لك والمغرب ما بقاش في المنطقه الرماديه ولا في المنطقه الخضراء. هي ولا في المنطقه الخضراء، ولكن ماشي بالمعاهده. كاين واحد المجموعه عاود ديال التعاون المالي اللي مسميه ديال خافي ولا قافي، لان بغيت نقول قافي غادي لي القافي ماشي هي خافي. هذوك المجموعه هذوك هما تيراقبوا المغرب وتيشوفوا المحاربه ديالو ديال تبييض الاموال والمخدرات، هما اللي تيشرطوا عليه ديك المنطقه الخضراء. وهذيك المنطقه الخضراء اش تيدير بها؟ تيدير بها الكريدي من عند البنك الدولي، انه ما تيطلبولوش واحد الملعه ديال الشروط اخرى. هذيك ما عندها علاقه به. اللي مؤسف هو ان الحكومه المغربيه والدوله المغربيه دايره داكشي ديال زيازن. الناس تتكلم، كاين القلق، كاين التشويش، كاين كل واحد شنو تيجيب، ولا شي واحد شي مسؤول من الحكومه المغربيه ولا من الدوله المغربيه دار لنا بيان ويقول لنا ها شنو كاين وهاش كاين وهاش كاين. ما عرفتش انا علاش هاد الدوله دايره السفراء، ومن دايرين السفراء قولوا ديك السفراء يجمعوا المغاربه يقولوا لهم ها شنو كاين، ما يبقاوش الناس مخلوعين، لان الناس مخلوعين وكاين اللي ولا كاين اللي مرض وزادوا مرضوا. فالدوله ساكته تستناكم تصيفطوا الفلوس، لاننا نحن الى جينا نقول واحد الحقيقه فالمغاربه العالم هم اكبر صندوق ديال التضامن خلال الجائحه ديال كورونا. لولا مغاربه العالم لا كانت الكارثه في المغرب، لانه كل واحد لما تيرسل العائله الناس هذه كان واحد النوع ديال التضامن ما يتصورش. واللي تنقول انا كل مغربي في الخارج فهو صندوق الضمان الاجتماعي، لان من تيعيط لك من العائله خصني العمليه ولا خصني هذه انك تتنوض تتوقف معاهم. ف 100 مليار اللي تدخل ديال العمله، لانه الان اصبحنا التحويلات ديالنا ولات اكثر من الفوسفات، ولاو مغاربه العالم هم رقم واحد. تنقول انايا هاد الحكومه ولا هاد الدوله واش ما تتفكروش في المستقبل؟ واش ما تتفكروش في هاد الاجيال هذه اللي تتلعب هنايا في هاد الملعب من دابا واحد 20 عام ولا هذه؟ واش غتبقى ديك صله الوصل بيناتهم وبين المغرب؟ شنو درتي لهم؟ شنو هيئتوا لهم؟ ما تديروا لهم انه الناس ولاو صبحوا تيكرهوا البلاد. وكاين بزاف ديال الناس اللي مساكن ندموا، تيقول لك انا ندمت علاش درت دار في المغرب، ولا علاش مشيت خبيت الفلوس ديالي في المغرب، ولا درت هذيك لانه كنت نخاف على المستقبل. لهذا الاخوان تنقول لكم بانه حنا دايرين واحد الحمله، لانه ما غيخليناش نبقاو نتفرجوا. غير عندهم التوقيت ديال 2025 باش الحمله اللي دايرين هو انه في حالة ما داز القانون هذه السنة، في حالة ما، لأنه دائما الإنسان يدير يكون سوداوي، يكون متشائم أحسن من يكون متفائل، أنه يمكن يبدأ التنفيذ ديالو في 2025. إذا غابش أنه إلا داز القانون فأنه غادي نشوفوا حنايا إجراءات أخرى اللي غنديروها، لا ما نبقاوش ساكتين. الآن الحملة اللي دايرين هو أنه تنوعيو الناس، وانتم هذا توعي هذا باش انه الانسان ما يبقاش جالس ويسمع
ها يوتيوب، ها تيك توك، ها هذه والاخبار وشاهدها، ها شي تيقول لك الملك تدخل، ها كل واحد، لانه ولينا في واحد الدوله ديال انه كل شيء ولا تيعطي الخبر، والخبر الصحيح كاين عند المسؤولين. غادي نديروا عارضه الرئيس الحكومه، وهذه العارضه غادي نصوبوها بي دي اف، ومن بعد انه الاخوان غادي نقوموا بهذا نقوموا بالجمع ديال التوقيعات. والعارضه ما غنديروش ديك العارضه على حسب القانون ديال العرائض، لان القانون ديال العرائض صعيب، اللي خاصك 5000 توقيع، وديك 5000 اللي غيوقعوا الشروط انه خصكم مسجل في اللوائح الانتخابيه. الاغلبيه ديال المغاربه العالم ما مسجلينش في اللوائح الانتخابيه. حنا غادي نديروا العارضه العاديه بالاسم واللقب، رقم البطاقه الوطنيه، العنوان والتوقيع. هذا اللي كاين، لانه وغادي نقدموا هذه العارضه لرئيس الحكومه نهار 26 يوليوز بالرباط، حتى البرلمان غادي نمشيو لعندو نهار 25 و24 باش نذاكروا معاهم على هذا القانون في حالة ما إذا صدقوا عليه. ولكن الكرة الآن ماشي عند البرلمان، فهي عند الحكومة أكثر من البرلمان، لأن الحكومة هي اللي قدمت القانون. وما غيجيش أنا أخ النوش يقول لي راه العثماني اللي قدمه، لا، كاينة دولة المؤسسات، كاينة السيرورة ديال الدولة، كل حكومة تتحمل المسؤولية ديال الحكومات السابقة. ما يبقاش أنا يتخبى لي الحكومة، لا إلا جاي يتخبى فوزير المالية اللي كان قبل بن شعبون فهو تابع للحزب ديال الأحرار. إذا معناه أنه حتى هو مشارك في هذه المجزرة اللي غادي يدار المغاربة العالم في كل مكان. إذا هذا باختصار ما يروج، وهذا باختصار اللي عطيتكم انه الفرق بين شنو هو المعاهده وشنو هو ديك الامور الاخرى ديال الضرائب. لان حتى المساله ديال الضرائب ما يخلعكم حتى شي واحد، راه كاين معاهدات بين المغرب والدول الاخرى، ما يمكنلكش تخلص الضريبه مدوبله. خلصتي الضريبه في المغرب ما تتخلصهاش في هولندا، خلصتيها في هولندا ما تخلصهاش في المغرب. اذا ما كاين، هذا ما عنده علاقه بهذه القضيه ديال ديك الضرائب الازدواجيه ديال الضرائب. هذه المساله ديال المعاهده، هما باغين المغرب فيه فريفرات ينقصوا. كاين دول اللي ما دخلوش عندك المنظمه، كاين الجزائر ما دخلاش، مصر ما دخلاش، تونس ما دخلاش، موريتانيا ما دخلاش، السنغال ما دخلاش. ايوا انتم اش مالكم تتنقصوا بوحدكم؟ علاش؟ جلسوا مع المغاربه، ولا المغاربه عندكم تتشوف فيهم غادك يصيفطوا الفلوس وتلقاه في الديوانه بالقرعه ديال الماء. حتى الوراق ديال الطياره طالعين للسماء بحال الطياره، الباطو طالع حتى هو للسماء. معناه انكم تستغلوا غير هاد المغاربه من اجل انه المداخل الخزينه، ومن بعد موت بحرك. لا سيدي، خصك كما تنضامن معاك خصك انت تضامن معايا. وهنا تنقول انا لا ادافع عن الذي يتحايل ولا الذي يبيض الاموال، وانما ادافع عن الاغلبيه ديال مغاربه العالم اللي مساكن انهم خدموا وكافحوا من اجل واحد الممتلك عنده في البلاد، وواحد الرصيد في النصيب في البنك. هذا اللي كاين، وشكرا، ونتناقشوا ما كاين حتى مشكل. شكرا اخ جمال اللي عنده